السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، والبدء بالعناوين. إصابة 61 مواطنا بفيروس كورونا. الإريتريون في المهجر يتبرعون لأسر الشهداء. دعم أسر الشهداء في الأوجه عنسبة. روسيا تلاحق مدمرة بريطانية وتلوح بالرد النووي على أي عدوان. ألمانيا تدعم سحبا تدريجيا للمرتزقة من ليبيا. المفوضية الأوروبية توافق على دعم فرنسا ب40 مليار يورو. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم 24 من يونيو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط وعنسبة وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 61 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 41 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و19 في إقليم عنسبة، وإصابة واحدة في عدي بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 69 مريض كورونا، 58 منهم في الإقليم الأوسط و11 في إقليم شمال البحر الأحمر. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 5664، شفي منهم 5147، وتوفي 21 مريض كورونا، فيما لا يزال 496 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 24 من يونيو لعام 2021. قدم الإريتريون المقيمون في الدول الإسكندنافية وأستراليا وهولندا والولايات المتحدة دعما ماليا بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء لإعالة أسر الشهداء. وتبرع الإريتريون في الدول الإسكندنافية السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا بمبلغ 208 ألف كرونر نرويجي و160 كرونر سويدي. وتبرع الإريتريون في مدن أستراليا ب229,224 دولار أسترالي لتنمية صندوق أمانة الشهداء وتبنوا إعالة 15 أسرة شهيد، وتعهدوا لتمويل 28 أسرة شهيد. وتبرع الإريتريون في هولندا بمبلغ 25,573 يورو لصندوق أمانة الشهداء، و1800 يورو لإعالة أسر الشهداء. وتبرع الإريتريون في أوكلاند وكاليفورنيا الأمريكية بمبلغ 24,750 دولار، والإريتريون في ناسفيلد في فلوريدا ب10,030 دولار، والإريتريين في سندياغو ب4,539 دولار، والإريتريين في أطلانتا وضواحيها ب25,000 دولار. قدم حوالي 186 ألف نقفة دعما ل284 أسرة شهيد في 12 ضاحية في مديرية الأوجه عنسبة، مقدمة من عمال المؤسسات الحكومية والإريتريين في المهجر. وقال مدير المديرية السيد إبراهيم حقوس أن هذا الدعم له مضمون قوي ويجب مواصلته. من ناحية ثانية، قام عمال المؤسسات الحكومية وأعضاء الجيش الشعبي وممثلي 3 ضواحي بنفير في مقبرة الشهداء في مقركة. من جهة أخرى، قام طلاب والمعلمون في الشاخة والدبسترات بغرس 1500 شتلة أشجار. وقام أعضاء جمعيات الفرق العسكرية 70 و16 و52 سابقا بأنشطة مماثلة في مقبرة الشهداء بمديرية مندفرة. وفي صرونا جرت أنشطة إصحاح البيئة لدرء الأمراض من خلال موسم الأمطار. ذكر مسؤول جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية نقفة السيد تسفى إيوب ارتفاع الوعي للتبرع الطوعي بالدم في المديرية نتيجة أنشطة التوعية المكثفة.
وأشار السيد تصفى إلى الدعم المالي والعيني الذي تحصل عليه الجمعية لتقويتها وتعزيز مساهمتها لتوفير الدم لإنقاذ الحياة. وأوضح أهمية المشاركة الشعبية لضمان الصحة العامة، ويتطلب بذل الجهود المشتركة لتشجيع التبرع الطوعي بالدم. قدم مكتب وزارة الزراعة في مديرية أفعبة الفراخ للجهات المحتاجة والمرأة الراعية، وقدم 2100 من الفراخ بأسعار رمزية للأسر المحتاجة و900 للمناضلات المسرحات. وكانت المديرية شهدة العام الماضي برنامجا مماثلا حقق نتائج مرضية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت روسيا أن قواتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية وأطلقت نيران تحذيرية باتجاه مدمرة بريطانية في البحر الأسود، كما ألمحت باستعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في الرد على أي عدوان عسكري. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز سخوي اعترضت طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية فوق بحر أوخوتسك، وجاء ذلك بعد إعلان الوزارة عن قيام سفينة وطائرة سخوي بإطلاق نيران تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية دينفار التي دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود بالقرب من كيب فولينت على ساحل شبه جزيرة القرم. واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحقة العسكرية بالسفارة البريطانية في موسكو، ودعت بريطانيا إلى إجراء تحقيق معمق حول التصرف الخطير لطاقم المدمرة. وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعراب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إذا ما اعتبره التعزيز المستمر لقدرات الناتو العسكرية والبنى التحتية للحلف بالقرب من الحدود الروسية. اختتم في العاصمة الألمانية مؤتمر برلين 2 دون الكشف عن أي تقدم في ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة الذي هيمن على أعمال المؤتمر. وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن انسحاب هذه القوات لابد أن يتحقق بشكل تدريجي، وأنه يعتقد أن هنالك تفاهما بين تركيا وروسيا على سحب تدريجي للحفاظ على التوازن. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين قال إن المؤتمر فرصة مهمة لليبيا وللشركاء الدوليين، وأضاف أن عملية برلين في نسختها الثانية مناسبة لدعم ليبيا التي تمضي قدما نحو الانتخابات والحفاظ على مكتسبات وقف إطلاق النار. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش في مؤتمر صحفي مع نظيرها الألماني بعد انتهاء المؤتمر أن هنالك تقدما فيما يتعلق بمسألة المرتزقة الأجانب في بلادها. وفي وقت سابق قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الديبة في افتتاح المؤتمر الذي شاركت فيه 15 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية إن الخلاف الداخلي والمصالح الضيقة يعيقان مسيرة الانتخابات في البلاد. ذكرت قناة فرانس 24 أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيل فون دير لين أعطت الضوء الأخضر لحصول فرنسا على حصتها من التمويل الخاص بالتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد والبالغ 40 مليار يورو، والتي تعد جزءا مهما من خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة الفرنسية والبالغ 100 مليار يورو. وأشارت فرنسا 24 إلى أن فرنسا انضمت إلى الدول الأوروبية التي تم الموافقة على طلبها في الحصول على التمويل، موضحة أن 24 دولة من أصل 27 داخل التكتل الأوروبي قدموا طلبات للتمويل. ولفتت القناة إلى أن فرنسا ستوجه أكثر من 50% من التمويل إلى الاستثمارات الخضراء، ونحو 25% إلى التحول الرقمي والاستثمارات الرقمية.
تسببت مهمة بفضول علماء آثار في إيطاليا لمساعدتهم في حل الغاز بالطب الحديث، حيث يأمل الباحثون الإيطاليون أن يساعد تحليل نتائج التصوير المقطعي في تحديد الحياة والعادات في زمن مصر القديمة، وفهم المواد التي تم استخدامها في تحنيط جسده. ووفقا لفرنسا 24 فوصلت المهمة إلى مستشفى في مدينة ميلانو الإيطالية قادمة من متحف الآثار في مدينة برغامو شمال إيطاليا. وأجمع العلماء أن دراسة المهميات تساعد في التوصل إلى أدوية السرطان وتصلب الشرايين، لذلك قرروا إخضاع مهمة الكاهن للأشعة المقطعية في محاولة أيضا لجمع معلومات عن المواد التي استخدمت في تحنيطه. ووصلت المهمة إلى إيطاليا في عام 1885، حيث قام السفير الإيطالي في مصر آنذاك بنقلها إلى بلاده. وتنتمي المهمة إلى الأسرة 22، وسيتم نشر نتائج البحث بمجرد التوصل إليها. قبل الختام هذا تذكير بأهم العناوين. إصابة 61 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. الإريتريون في المهجر يتبرعون لأسر الشهداء. دعم أسر الشهداء في لوغو عنسبة. روسيا تلاحق مدمرة بريطانية وتلوح بالرد النووي على أي عدوان. ألمانيا تدعم سحبا تدريجيا للمرتزقة من ليبيا. المفوضية الأوروبية توافق على دعم فرنسا ب40 مليار يورو. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.